سلام خوتي، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كلشي مزيان. كنتمنى والله تكونوا كاملين بخير. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد وشيوه جديده، طريقه تحضير المسيمنات الصغارين معمولين بالكفته والشعريه. لان درت لكم في اليوتيوب وسالتكم ندير لكم طريقه ديال التحضير، قلتوا لي واه. يلا نبداو. بسم الله على بركه الله. نبداو القوام. 2 زلايف من الدقيق الطحين، وحده بيضه، معلقه ملح صغيره، معلقه كبيره من العسل، كاس من الفينو، معلقه متوسطه من الخل مع دابا هو الطحين. دابا نهزو الطحين، معلقه صغيره من الطحين، ونهزو البيضه، كسروا البيضه، ونهزو المعلقه الصغيره من العسل، موراها معلقه صغيره ديال الخل. ما نديروش اخوتي هاد الالزا لان ما يخمروش المسيمنات ديالنا. دابا نعجنوه بالماء ونعجنوا الخليط ديالنا، العجينات ديال المسيمنات. ما تنساوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وشي لايك زوين بحالكم، وتبارطاجيو مع الفاميلي ديالكم، الاصدقاء ديالكم، لي زامي ديالكم. ويلا نكملوا باش نديروا الفيديوهات جديده وشيوات جديده باذن الله. نخلطوا العجينه ديالنا مزيان. غادي نجمعوا العجينه ديالنا في البلاستيك الغذائي ونخليوها جانبا ترتاح. موراها ندوزو نحضروا الحشوه ديالنا ديال المسيمنات. بسم الله على بركه الله. ندوزو نحضروا الحشوه ديالنا. نديروا المعلقه كبيره ديال الزبده، نخليو الزبده تذوب ونحركوها مزيان. ونديروا واحد البصله كبيره مشلضه ونحركوها مع هذيك الزبده، ونقصوا عليها العافيه ضروري. نحركوا البصل والزبده، نخليو البصل يتطحن مزيان، نديرو عليها الفلفله هي صغيره ومقطعه، ونحركوها مع البصل، ونديرو معلقه صغيره ديال الملح ونخلطوها مع المكونات ديالنا. نديرو الكفته اخوتي. درنا الكفته. دابا نص معلقه ديال الخرقوم، ومعلقه نيورة يعني التحميره، ونص معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه ديال القزبور والمعكنوس. نخليو العناصر تشحر مزيان، وننتقلوا عند العجينه ديالنا ونقرصوها. بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا وندوزو نقرصوها، ونقسموا العجينه ديالنا على 6 بحال هكا خوتي.
ونديرو العجينة ديالنا اللي فرقنا على 6 في واحد الكيس ديال الغذائي. نديرو النشا للطاولة ديالنا، وموراها نبداو نقرصو ونجيبو المدلك نحركوها مزيان العجينة ديالنا. نحركوها مزيان. صدقوني اخوتي جاتني درتها بزاف ديال المرات في رمضان او بدونه، جاتني روعه اخوتي صدقوني. يجيو مع الكاتو او بدونه لانهم مجربين وناجحين 100%. نديرو على الطريقة مع كل حدة ديال العجينة ديالنا. ونطلقوها اخوتي ونديروها في واحد الطاوة. نورقوها بالزبدة نقسموها على 4 بحال كتشوفوا هكا. نعمروا المسيمنات ديالنا من الحشوه ونغلقوهم هكا، نغلقوهم من التحت والفوق هكا. كتجي الطريقه ناجحه ومجربه. ها هي اول حدا جهزت. طريقة سهلة بزاف ديال التحضير وزبينة ولذيذة، وكنديروها للعشاء. ونديرو نفس الطريقة اللي قلتها لكم، نتبعوا الخطوات ديالكم سهلة. نديروها مع هذه ونكرروها مع كل وحدة، سهلة بزاف وزوينة. شوفوا دابا درنا نصهم، درناهم وحطيناهم في واحد الطاسة. ودابا نفس نغلقو مع هذيك، ندهنوهم كل حدا ندهنوها بالبيض بحال كتشوفوا هكا. مجربة خوتي ولذيذة وناجحة. كملوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الطريقة ديالها وديروها مجربة وديروها زوينة ولذيذة. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس الاحمر باش يتوصلكم كل شيء وفيديو جديد. وهناك واحد الزر احمر كبسوا عليه ويكون رمادي، وهذا تفعيل الجرس. وما ديروا واحد الكومنتير زوين بحالكم بحال الوجه ديالكم. وهي النتيجة زوينة يا اصدقاء، شوفوا. ويلا شكرا على المشاهدة، ويلا بسلامة. نشوفكم في فيديو جديد وشيء جديد.